وسهلا بكم متابعي ومشاهدي قناة قاموس أفلام. معنا النهاردة فيلم جديد وهو فيلم الكبير أوي الجزء الثامن من تأليف أحمد الجندي وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، رحمة أحمد فرج، حسين أبو حجاج، أمينة خليل، وحاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، محمد جمال، مصطفى غريب، عبد الرحمن طه، وعمرو رمزي. تدور أحداث قصة هذا الجزء من المسلسل حيث يتعرض الكبير قوي والذي يقوم بدور الفنان أحمد مكي عمدة قرية المزاريطة لضغوط عديدة، فيجد نفسه مضطرا للاهتمام بقضايا ومشاكل من حوله، ويتعرض للمفارقات والأحداث الكوميدية. لو عجبك المسلسل برجاء اعمل لايك وسبسكرايب لقناة قاموس الأفلام، ولمزيد من المعلومات حول السينما برجاء تكملة هذا الفيديو حتى النهاية. أهلا وسهلا بكم مشاهدي ومتابعي قناة قاموس الأفلام. قناة قاموس الأفلام بتهدف إلى صناعة السينما والأفلام اللي بتحقق أعلى إيرادات. وصناعة السينما أصبحت عملية كبيرة جدا عن قديما، وتطورت تطور كبير جدا. حتى الأفلام المصرية أصبحت متطورة عن زمان كتير جدا، وبدأ كتير من الأفلام المصرية بيحاول أن يكافئ او يوازي الافلام البوليوديه او صناعه بوليوود للافلام. زي كتير من الافلام حديثا اللي هي زي مثلا فيلم الفيل الازرق اللي بدا فيه تطور كبير جدا، وكذلك فيلم موسى في صناعه الروبوت، وشفنا طفره كبيره جدا في الصناعه المصريه للافلام. وكمان على صعيد الايرادات بدأت كمان كتير من الأفلام المصرية تحقق كتير من الإيرادات، وبدأنا نخش في 100 مليون. وزي فيلم الفيل الأزرق المتربع على عرش الإيرادات برصيد 103 مليون، ويعتبر الفيلم الأول المتربع على عرش الإيرادات. ويليه فيلم اللي هو ولاد رزق 2 بطولة الفنان أحمد عز. فبقينا نشوف أرقام كبيرة جدا وإيرادات بالملايين زي ما كنا بنشوف في بوليوود. طبعا بوليوود على صعيد آخر، بوليوود وصناعة بوليوود العالمية اللي هي تعتبر متربعة على عرش الإيرادات بأفلام زي مثلا فيلم أفاتار الإنتاج عام 2009 اللي حقق 2 مليار دولار وكسور، فده برقم مهول جدا. فطبعا الصناعة المصرية بدأت تتطور عن زمان، فبدأت صناعة السينما تاخد شكل كبير من الربح، صناعة الربح، وان بيبدأ صناعة الفيلم بمحتوى او بمبلغ او برقم، وبينتج عنه ارقام كبيرة جدا وارباح كبيرة جدا. فاصبحت صناعة واصبحت مجال تجاري واسع وكبير. فعشان كده تطورت صناعة السينما، وكانت بداية التطور ديت زي ما كلنا عارفين فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية اللي هو بتاع الفنان محمد هنيدي، اللي حقق طفرة كبيرة جدا، حقق حوالي 30 مليون دولار. الفيلم دوت كان بداية الثورة بتاعت صناعة السينما في مصر، واللي حقق أرباح طائلة خلت كتير من المنتجين أو كتير من رجال الأعمال يتجهوا إلى الإنتاج وصناعة الأفلام، نظرا لأنها بدأت تحقق ارقام كبيره جدا عن ذي قبل. فبدات صناعه السينما تتطور عن افلام زمان. طبعا هناك عوامل كتيره جدا بتحكم صناعه السينما، في طبعا الفن الراقي وفي الافلام اللي هي بتخلد عبر التاريخ. زي مثلا لو على سبيل المثال في شاوشينك اللي هو فيلم هوليودي، فيلم قوي بوليودي، فيلم هوليودي قوي جدا ومحتل المركز الاول عالميا. وطبعا في افلام زي ما قلنا فيلم افاتار اللي هو طبعا فيلم قوي جدا متربع على عرش الايرادات، وايضا صناعته كانت صناعه جيده جدا، وفيلم ايضا يخلد عبر التاريخ. فكذلك في الافلام المصريه اصبح في افلام ايضا تناشد شباك التذاكر، وفي ايضا افلام بتناشد التاريخ وبتحاول ان هي تخلد عبر التاريخ. زي مثلا فيلم صعيدي في الجامعه الامريكيه، هو يعتبر هو فيلم قوي جدا وحقق ايرادات عاليه جدا، وايضا فيلم ما تزهقش من المشاهده بتاعته والفرجه عليه. فمحمد هنيدي زي ما قلنا فتح الستار لصناعه السينما الحديثه. وكان زي ما قال الفنان احمد السقا في استضافه محمد هنيدي في هنيدي شو، قال له كان محمد هنيدي هو الطلقه او السهم اللي اخترق
وعدى وفتح لجيل كامل وراه في صناعة السينما. فعشان كده السينما المصرية تطورت، في منها تطور من أجل الإيرادات وشباك التذاكر، ومنها طبعا في أفلام أيضا تطورت لأجل المهرجانات والتراث، وإن هي تخلد عبر التاريخ. في أعمال فنية قيمة جدا، وفي أعمال فنية تناشد شباك التذاكر، ولكن في اعمال جمعت ما بين الاثنين. مثلا زي فيلم، زي ما قلنا، فيلم الفيل الازرق. الفيلم ده كان نقله للسينما المصريه، انه بدا يتكلم عن شفنا فيه الشغل الجديد من الجرافيكس والخيال العلمي، لان كان بالنسبه لمصر تصنيع افلام او صناعه افلام للخيال العلمي كان مستبعد بعض الشيء، وكنا دائما وابدا بنعتمد على الاكشن او الكوميديا، او الكوميديا بصفه بشكل اكبر من الاكشن. فبدأ دخلنا في الاكشن طبعا احمد السقا فتح المجال دوت ايضا للسينما المصريه. وبعد كده دخلنا بقى في النوع الجديد والافلام الجديده، اللي هو زي فتح الباب دوت الفنان كريم عبد العزيز. ودخلنا في الافلام الفانتازيا والخيال العلمي، وانتج ثمار الفكر دوت. اخر انتاجات ثمار الفكر دوت هو فيلم موسى، اللي قام بدوره الفنان كريم محمود عبد العزيز. والفيلم دوت اخراج بيتر ميمي. الفيلم ده ايضا كان نقلة للسينما المصرية كبيرة جدا، ان السينما المصرية بدأت تصنع افلام بتتكلم عن الروبوت، وبتتكلم عن المستقبل، وبتتكلم عن ان ابطال الخارقين زي مثلا بنحاولوا يقلدوا في السينما المصريه ابطال مارفل، اللي هو طبعا ايرون مان والحاجات دي كلها. فده انا متوقع ان احنا هنشوفه كتير في الفتره اللي جايه في السينما المصريه. فعشان كده احنا جايين النهارده عشان نتكلم عن السينما وصناعه السينما. زمان كانت الامكانيات محدوده جدا في صناعه الافلام، وكنا بنشوف الافلام من اول الافلام الابيض واسود، واعتماد كلي على الممثل وعلى قدراته وعلى طريقته في القاء الافيهات، وفي الاداء الحركي من بدايه شارل شابلن، والسيما الصامته في استخدامه لحركاته ورياكتاته. بعد كده اعتمدنا في السينمات بعد كده على الممثلين. الممثل الاول كان بحركاته، وبعد كده بدانا نتكلم في دخلنا في مرحله ان الممثل بقدراته الفنيه وقدرته على التمثيل وقدرته على لو الافلام الكوميديه وقدرته على القاء الافيهات. وبعد كده تطورت الصناعه شيئا فشيئا الى ان وصلت النهارده الى طبعا التطور العظيم اللي كلنا بنشهده، زي سواء في صناعه بوليوود، الافلام العالميه زي مارفل، استوديو مارفل والحاجات الكبيره، وهاري بوتر والكلام الجميل والعظيم اللي احنا شايفينه في الفتره اللي احنا بنعيشها او في العصر اللي احنا بنعيشه. والصناعه المصريه حاولت ان هي ايضا تجتهد وتتطور الى ان وصلت الى ايضا الى مستوى لا باس به طبعا، في مقابله طبعا العمالقه واللي هم صناعه مارفل، وصناعه بوليوود العالميه، والافلام اللي بتتكلم عن السوبر هيروز. فمصر انا شايف ان هي ماشيه في تطور جميل، وابتدينا نهتم بالفن وصناعه السينما. فبنتكلم النهارده عن ترتيب الافلام عالميا، في ترتيب الافلام اعلى ايرادات في مصر. انا شايف ان فعلا فيلم الفيل الازرق 2 اللي هو بطوله الفنان كريم عبد العزيز ونيلي كريم وهند صبري وخالد الصاوي، استطاعوا الجروب ده او المجموعه ديت حتى من الفيلم الجزء الاول اللي هو محقق تقريبا ايرادات حوالي 30 مليون، استطاع ان هو يخلق نوع جديد من افلام الفانتازيا والافلام الخيال العلمي وافلام الروحانيات والاشياء الجميله ديت، وافلام الجن والكلام دوت. استطاع ان هو يخلق نوع جديد من الافلام الغير متوقعه، وفتح كان طبعا كان هناك مخاطره في الفيلم دوت، ان هم بيبداوا في نوع جديد اول مره يعني بيتعمل، اول مره بيتم صناعته في السينما المصريه. ولكن كانوا قد التحدي، وكانوا استطاعوا ان هم يثبتوا للكتير او يثبتوا للمصريين ان مصر قادره على ان هي تخش المجالات او تخش في مجالات كبيره في صناعه السينما. وبالفعل الفيلم حقق نجاح كبير، ولقى لقى نجاح كبير من الجماهير المصريه،
وكمان على الصعيد شباك التذاكر، او الصعيد المالي، او شباك التذاكر زي ما بيسموه، المصريين رحبوا جدا بالفيلم وحقق ايرادات عاليه. وكمان قدرنا نبدا نعمل سلاسل الافلام زي بوليوود وهوليوود. استطعنا ان احنا نعمل سلاسل الافلام، فبدأ في الفيلم يتعمل له جزء واثنين واحيانا ثلاثة، زي مثلا فيلم ولاد رزق بطولة احمد عز واحمد داوود واحمد الفيشاوي خالد عمرو يوسف، ونخبه كبيره طبعا من الممثلين، وسيد رجب. حققوا عظمه طبعا، وعملوا شغل جميل جدا، خلى الفيلم كان بيتكلم عن الشارع المصري، وعن الشباب المصري، وعن الاسلوب الحار الجميل بتاع الحاره المصريه. فلاقى قبول كبير جدا من المشاهدين المصريين، ولقى قبول كبير جدا من الشعب المصري. فاتعمل له جزء تاني، وكمان الجزء التاني لقى نجاح اكبر من الجزء الاول. وده اللي احنا بنتكلم فيه، ان مش مهم ان انت تعمل سلسلة على قد ما يكون الجزء الجديد للسلسلة يكون اقوى من الجزء كمان الاول، اللي سبب نجاح كبير. فعلا في الحالتين دول او في الفيلمين دول الجزء الثاني تفوق على الجزء الاول. فالجزء الاول من سواء من الفيل الازرق او من ولاد رزق، وايضا الجزيره اتعمل له جزء تاني. والجزء الثاني فيه 3 افلام استطاع ان هو يتغلب على الجزء الاول في الحاله الفنيه او مستوى الفيلم، وكمان في شباك التذاكر استطاع ان هو يكسر الحاجز بتاع الرقم بتاع الجزء الاولاني. فالفيل الازرق 2 مصنف على اعلى ايرادات السينما المصريه ب 103 مليون جنيه مصري، وده رقم كبير جدا ويعتبر متربع على العرش طبعا. ولكن فيلم صعيدي في الجامعه الامريكيه لو حسبنا فرق سعر العمله وفرق التضخم، بنلاقي ان متربع على العرش هو طبعا فيلم صعيدي في الجامعه الامريكيه، لان سنه 1998 حقق 30 مليون، فده رقم ضخم جدا، يعني رقم كبير وعالمي بالنسبة للوقت نفسه. فلو حسبنا في قيمة التضخم والسعر، هنلاقي ان فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية يعتبر هو ان فيلم نمرة واحد في السينما المصرية تحقيقا للإيرادات. اما فيلم لو حسبنا ان هو كعمله، وان ده كام مليون وده كام مليون ومولينا بالارقام، فطبعا هيكون الفيل الازرق هو المتربع بتحقيقه 103 مليون جنيه مصري. يليه فيلم اولاد رزق او ولاد رزق اللي هو بطولة احمد عز زي ما قلنا، وخالد وعمرو يوسف واحمد الفيشاوي واحمد داوود. الفيلم دوت حقق 100 مليون جنيه مصري، ويحتل المرتبة الثانية. ومنهم أفلام كتير أيضا زي مثلا فيلم الممر، وفيلم البدلة، وفيلم أفلام كتير حققت أرقام كبيرة، وحققت والإنس والنمس حقق أرقام كبيرة، وأفلام كتير يعني في السينما المصرية بدأت إن هي تكسر حاجز ال 50 مليون فيما فوق، فبدأت إن هي تحقق إيرادات عالية جدا، وبدأوا يلفتوا نظر المشاهدين والمتابعين للسينما المصرية، ويحثوهم على دخول السينمات وعلى متابعة السينما المصرية. وكمان خلوا المنتجين أصبحوا في تنافس على صناعة الأفلام، نظرا لأنها بقت مربحة جدا وبتحقق كتير من البيزنس، وبتحقق كتير من الحصيله، او بتكتر يعني الفلوس بتاعتهم. فبدات ان هم يكسبوا كتير من وراها، فاصبحت صناعه السينما عليها تهافت عن قديما او عن زمان. كان زمان كنا بنشوف بالظبط فيلم او فيلمين او 3 كتير قوي في الموسم او السيزون. النهارده احنا بيتنافسوا مثلا 10 افلام او 7 8 افلام، لا يقل عن 7 8 افلام و10 افلام في السيزون. فده طبعا رقم كبير جدا عن الاول. فده كله راجع الى التطور الكبير اللي حدث في السينما. فنيجي نشوف على الناحية بتاعت هوليوود وصناعة الافلام بره، بنلاقي ان فيلم زي افاتار اللي حقق 2 مليار و200 مليون وكسور، الفيلم دوت عمل طفرة ونقلة كبيرة جدا، وكانت وقت عرضه كان محقق انقلاب في صناعة السينما. شفنا استخدام التقنيات الجديدة في تغيير الوجه
وما بقتش تعتمد على الماكير زي زمان، لا استخدمنا التكنولوجيا في صناعة السينما والتطور بتاعها، واللي خلى شكل الصناعة اختلف بإضافة التكنولوجيا، ونقلنا لعالم تاني وخلانا نعيش في عالم فعلا موازي، وان خلانا نشوف ان في كائنات تانية عايشة. فده ادى لصناعة السينما وفتح الباب على مصراعيه امام صناعة السينما، خلى كتير من المنتجين يسعوا الى تحقيق، او يعني كنا بنشوف الاول فيلم تايتانيك ان هو انتاج ضخم جدا، وكانت الشركة بتاعته كانت هتقفل بسبب التكلفة العالية في صناعة الفيلم، وكانوا خلاص على وشك الإفلاس. إلا إن الفيلم أول ما نزل حقق أرباح يعني خزعبلية بالنسبة للوقت اللي تم عرضه فيه، وبرضه كان فيلم في التسعينات. فالفيلم دوت لما نزل وبالإيرادات كان محقق حوالي تقريبا برضه يحتل المرتبة الثالثة تقريبا، 200 تقريبا 202 مليار. فده رقم ضخم جدا، حتى ان هو تم اعاده منتجته او تحويله ل 3 دي، وتم نزوله في السينما للمره تانية. فده طبعا نابع من عظمه الفيلم ونابع من قدرته ان هو يعني فيلم زي ما بيقولوا كده يخلد عبر التاريخ. فالفيلم دوت طبعا حقق قيمه فنيه وقيمه ماليه كبيره. فزي ما قلنا ان في افلام بتبقى فنيه اكتر، وفي افلام ماليه اكتر، وفي افلام بتجمع بين الاثنين، وده فيلم فعلا يجمع بين الاثنين. فهو بيحتل ثالث مرتبه بعد فيلم افاتار الانتاج 2009. يلي افاتار فيلم طبعا او اسطوره افلام مارفل اللي هو افنجرز اند جيم. الفيلم ده برضه يا جماعه يعني يعتبر فيلم قوي جدا وخارق، وفيلم جمع بين ابطال كتير جدا في مواجهه، طبعا جمع ما بين ثور وجمع ما بين ايرون مان وسبايدر مان وبلاك بانثر وجمع ما بين ابطال خارقين كتير في مواجهه طبعا ثانوس، واللي هو بيوضع نهايه للحرب الابديه انفينيتي وار. وان هو بعد ما قضى على نص سكان الكوكب، طبعا كنا كلنا متلهفين ان احنا نشوف نهايه ثانوس، وان ازاي هيرجعوا نص سكان العالم اللي ثانوس بطرقعه صوابع كده قضى عليهم، وخلى سكان العالم يخسوا النص او يروح منهم النص عشان خاطر موارد الطبيعه ما تبقاش فيها تهالك. فمارفل كانت سايب شغف كبير جدا بالفيلم دوت للناس من بعد عرض فيلم انفينيتي وور الجزء الاول بتاعه. فكان الناس متلهفين جدا للفيلم، وفيلم لاقى نجاح كبير جدا اولا لصناعته القويه، وان هو فيلم قوي جدا كصناعه ك آلات وكمعدات تصوير. الفيلم طبعا اتكلف تكلفة عالية جدا، وكذلك حقق إيرادات عالية جدا 2 مليار دولار وكسور. ده رقم كبير جدا جدا في صناعة هوليوود، ويعتبر متربع على تاني المرتبة التانية أو الوصيف بتاع فيلم أفاتار. فده رقم مش قليل. واستطاعت مارفل ان هي تقدر عن طريق سلسلة الافلام بتاعت السوبر هيروز ان هي تفتح عالم جديد وصناعة جديدة، وكل يوم بنكتشف بطل جديد. زي مثلا اخر ابطال استوديو مارفل اللي هو موربيوس، الفيلم اللي هو انتاج عام 2022. الفيلم ده برضو ده بطل جديد انضم لسلسلة ابطال مارفل، واللي هو شفنا في نهاية الفيلم ان هو بيتحد مع احد اعداء سبايدر مان، واللي هو عايز يحطه في مواجهة مع سبايدر مان. وطبعا مش عايزين ننسى فيلم سبايدر مان الاخير اللي حقق نجاح كبير جدا ونجاح ضخم، اللي هو كان طبعا في اتحاده مع دكتور سترينج. فابتدينا نشوف في السينما حاجات جميلة جدا، وابتدينا نشوف ان صناعة السينما اختلفت كتير كتير عن زمان، والمعدات والتكنولوجيا فتحت مجال كبير قوي، وفتحت العنان لخيال المؤلفين وتحقيق كل خيالهم، اللي كان من الصعب جدا زمان ان مؤلف يفكر انه يعمل الاشياء الصعبة والمستحيلة والضخمة ديت. فاستطاع المؤلفين ان هم يطلقوا العنان لخيالهم بواسطة المعدات الجديدة، واللي كانت السبب الرئيسي في ان صناعة السينما تتحور
وتخرج من الشرنقة الضعيفة اللي كانت فيها، ويخرج كيان جديد ووحش جديد في صناعة السينما، وهو السبب في صناعة الأفلام الجميلة والكبيرة اللي احنا بنشوفها النهاردة. فعشان كده شايفين التطور، على طبعا التطور طبعا باسلوب كبير جدا في هوليوود، ولكن برضو السينما المصريه عندنا استطاعت ان هي في الفتره الاخيره بواسطه المخرجين الشباب زي ما قلنا بيتر ميمي، اللي هو استطاع ان هو يقدر يعمل فيلم يواكب العصر الحديث اللي هو فيلم موسى، وانه يقدم اول ريبوت مصري واول فيلم مصري بيقدم ريبوت. والفيلم حقق نجاح كبير ايضا لكريم عبد العزيز. فاحنا عشان كده بنتكلم عن الافلام، وبنقول ان الصناعة اختلفت كتير عن الاول، وان ترتيب الافلام ايضا النهاردة بقى يتكلم بشباك التذاكر وحجم الايرادات، وان الافلام بدأت تخلد بشباك التذاكر وحجم الايرادات، والمنتجين والمخرجين بدأوا ان هم يتجهوا الى صناعة السينما بوفرة وبكثافة. وكانوا بالاول قلقين من حجم الانتاج انه يروح وما يحققش الفيلم الايرادات المطلوبه، ولكن الكلام ده خلاص انتهى، وبقى خلاص اي فيلم جدير بالمنافسه بينزل وبيحقق ايرادات عاليه جدا، وبي وبينافس وبيحقق ايرادات جامده جدا، وبيجيب لشركات الانتاج والتوزيع ما تم صرفه على الفيلم وتكلفته من طبعا اجور ممثلين ومعدات واماكن تصوير وخلافه، واجور منتجين ومنتج والكلام ده كله. فبدأ الفيلم يجيب اضعاف مضاعفة من الفلوس والايرادات، وبدأ المنتجين يكسبوا. فعشان كده هنشهد الفترة القادمة كتير 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 من صناعة الافلام، ولكن نرجو طبعا ان هي تكون على نفس الوتيرة بتاعة الافلام اللي هي زي الفيل الازرق اتنين وولاد رزق والحاجات الجميلة اللي احنا بنفتخر بيها في الصناعة المصرية، عشان نقدر ان احنا ننافس افلام زي بتاعة هوليوود وايضا افلام بوليوود. وبوليوود على فكرة برضو ان افلام بوليوود الافلام الهندية بدأت يخش فيها الممثلين بتحقيق ارقام كبيرة جدا. طبعا سلمان خان غني عن التعريف، وشاروخان، والناس ديت محققين ارقام برضو عالمية وارقام تقيلة جدا. وبدأ يبقى فيه اتحاد كبير قوي، وايضا في بعض الافلام ما بين هوليوود وبوليوود، زي مثلا فيلم زاندر كيج اللي هو بتاع فان ديزل لما استعان بالممثلة الهندية. آه، والتحالف ده نتج عنه فيلم قوي جدا وفيلم جميل جدا، وكمان حقق نجاح كبير جدا، وكان إضافة للممثلة الهندية، وكان إضافة للفنان فان ديزل. وبدأ في تحالف كبير نظرا لأن خلاص السينما بتاعت بوليوود بقت سينما عالمية، وكمان بقت تحقق كتير من الأرباح، وكانت كمان ليها متابعين وليها فانز كبير جدا، يكاد يكون مقارب جدا لفانز بوليوود وارقام بوليوود. فعشان كده كان بقى في تحالفات في الفتره الاخيره بين بوليوود وهوليوود كبيره جدا، وبداوا ان هم يعملوا تحالفات في افلام كتير. وهنشهد الفتره الجايه صراعات كبيره قوي في صناعه الافلام، واختلفت كتير قوي ايضا السينما البوليودية عن زمان. زي ما كنا بنشوف في الاخراج زمان كان حاجات ما يعني كانت دون المستوى، في ان قدرات خارقة باسلوب باين قوي ومش حلو، ولكن تطورت بوليوود تطور كبير قوي، وكمان اصبحت الافلام بتتعمل باحترافية شديدة جدا زي افلام هوليوود بالظبط، وبدأت ان هي تنافس كمان افلام هوليوود، وبدأت في منافسة جميلة جدا. فاحنا زي ما قلنا قبل كده ان صناعة السينما تطورت تطور كبير، بدءا من اللي هو السينما الصامتة وحتى الأبيض وأسود، وبعد كده دخلنا في السينما اللي هي بتعتمد على كل قدرات الممثل فقط، وبعد كده انتقلنا إلى الأماكن والإخراج، وبعد كده انتقلنا إلى استخدام التكنولوجيا اللي حقق طفرة كبيرة زي ما قلنا. فعشان كده فن صناعة السينما اختلف عن زمان، وبقى مختلف، وبقى كبير، وبقى
مصدر دخل لبعض الدول ايضا. شركات الانتاج اصبحت مصدر ربح اكتر من، يعني في بعض الافلام انا شايفها ان هي مصدر ربح اكتر من مصدر فني. في افلام بتنزل في السوق المصري بيسموها افلام شباك التذاكر او الايرادات، او الافلام اللي هي بتاعه الاعياد. احيانا بتنزل بعض الافلام اللي هي ايه، مجرد بتاخد فتره السيزون وبيحققوا منها ايرادات لكن هي افلام ما بتعيش مع الجمهور، وافلام بتبقى مش عايزين نقول دون المستوى، ولكنها افلام سوقيه اكتر وانتاجيه اكتر وتميل الى الناحيه الماديه اكتر. فالافلام ديت بيبقى عمرها قصير، ولكن ده مؤشر على ان صناعه السينما اصبحت مربحه فوق الوصف عمن ذي قبل. فعشان كده نقدر نقول ان السينما تحولت و تطورت تطور رهيب وكبير. فاحنا بنقول ان لازم كلنا نقدم الدعم للفن والفنانين، ونساعد على تقديم محتوى يليق بينا ويليق ب طبعا اسم مصر العظيم. وان ما يكونش هدفنا دايما تحقيق الربح، ولكن ايضا يكون لينا نصيب في التراث، ويكون لينا نصيب في الافلام اللي بتخلد عبر الزمن. وقد زي ما شفنا في الافلام الفترة الحديثة ان كمان احنا استطعنا ان احنا نستعين ببعض الممثلين الاجانب، زي فيلم حملة فرعون استطاع ان هو يستعين بسترونجست مان، اقوى رجل في العالم، واستطاع ان هو يستعين بمايك تايسون. فالفيلم ده برضو حقق كتير كتير من الايرادات وكتير من النجاح. الفيلم ده رغم ان هو حقق نجاح كبير، ولكن كان يعتبر من اجرى الافلام اللي كانت بدات تستعين بيه نجوم هوليوود وابطال من الخارج. فعشان كده بيبدا عصر جديد في السينما المصريه، وبيبدا نجاح كبير للسينما المصرية بالاستعانة بالممثلين الأجانب ونجوم هوليوود. وأيضا هنشوف قريبا نجوم هوليوود بيشاركوا في الصناعة المصرية، زي ما شفنا قبل كده في برنامج رامز كان استعان بشاروخان في أحدى المقالب بتاعته. وكمان رامز السنة دي كان مستعين بجان كلود فان دام في البرنامج بتاعه، عشان خاطر خدعة الموسم ان هو يعمل ان هو بيدعي فنانين مصر عشان يشاركوا في عمل مع جان كلود فان دام. فده زي ما قلنا ان ده اللي شايفه ان السينما بتتجه عليه، ان السينما العالم كلها تقريبا هتصبح في الاخر واحدة، ونجوم العالم كلهم يكونوا واحد، ويبداوا يستعينوا ببعض في اعمال. زي ما شفنا ان شاروخان وكاجول قدروا ان هم ينزلوا مصر هنا ويصوروا في الاهرامات ويتكلموا عن مصر، وبدأ يبقى لقوا ان ليهم فان كبير او جمهور كبير في مصر. كمان المؤتمر اللي اتعمل في الجونة بواسطة نجيب ساويرس، واستعان وأهدى تكريم للفنان الكبير سيلفستر ستالون. وسيلفستر ستالون في كلمته لما قال احنا ما كنتش اعرف ان ليا جمهور كبير قوي كده في مصر، فاكتشف ان المصريين بدأوا يطلعوا على اعمال كتير من اعمال الخارج، وان هم معجبين باعماله، وان هم ليهم حب كبير للفنانين بتوع هوليوود. فعشان كده بدأنا نشوف ان العالم